من المسلسلات كنت تفرج فيها. ليه 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 فخيتي شادي مخبز دمي راني سيدي ليه خديت فطور. ليمونيتا اليوم ليمونيتا حنينة بنت الزيتونة بنت الكرمة بنت النخلة يما. يا ابني يشرب ويشرب مش هتغسل جنابه. تزيد ولا تغسل النهار؟ تزيد. في مخها لباس. انا حنين حتى حد ما يقول لي ما كلمكش انا ما كلمش العباد. امي مرجتني بالتليفونات امي وبابا حبيتهم نجيب هدايا للقصر بتاعي ما حبوش يجيو. عشت برشا تجارب إعلامية، عشت كنت موجودة فرحانة بيهم. فما تجارب توب دي توب، فما تجارب لا ولا، فما تجارب نو. رجعت ورجع الدر إلى معدني، رجعت حنان للمتنفس التكوين نتاعها الأصلي لحياتها للمسرح. ومبروك عليك، أنا فرحانة لك برشا أنك رجعت، الباقي كل تفاصيل واحنا نضال أنه مازلنا نحن في التياترو في البلاد. حاليا عندها قرابة 10 سنين ما طلعتش سوسان، دونك برشا خوف وبرشا تعب. حاولنا نعديو لها برشا طاقة وبرشا ثقة لأنه عندها ثقة في روحها. هي بنت المسرح، بنت الركح، بنت اللوح كما نقولوا، معناها متخرجة من معهد العالي للفن المسرحي وعاملة برشا مسرح. دونك حاولنا في هذا كله انه نخرجوا عمل يوصل للجمهور وعمل ينال اعجاب الجمهور ويمشي يتحسن بطبيعة الحال ببقية العروض ان شاء الله. أوس العمل مع حنين شكرا نسيان لقيته سهل والا صعيب؟ صعيب والله كشخصية سهل انسانيا. حنين في الخدمه صعيبه برشا وتشك ياسر وتحب تعاود وهذيك هي هذيك علاش اليوم ضحكت الببليك على خاطر فما خدمه، فما تكرار، فما بروفات نروحوا كل يوم 3 تاع الصباح. دونك ما نجمش نقول لك العمل سهل. فاز مع حنين السيناريو شاركتوا فيه مع بعضكم، قداش خذيت من تجارب حنين وكيفاش وظفتوا في والله السيناريو؟ يخزر لي خذيت من حنين اللي هي طيبه بحق دار ربي. معناها مش نقول لك حنين خذيت منها سال سبور ما نتصورش عليها في سال. دونك خذيت منها اللي هي طيبه، خذيت منها حنين انه عاجزه داير حياتها برشا صعوبات، مش كيما حنين الشخصيه، مي في الاخر نفس الستركتور. حنين زاده بنت حومه شعبيه وبعد دخلت التمثيل ونجحت ونقولوا نحن انتقلت العيشه مخير وهذيك هي معناها حنينه ابسط. حنينه يمكن نيه اكثر، يمكن حنينه عندها وجيعه كبيره. حنينه خاطر هي الطفله اللي طيبه، ولكن للاسف ديما المجتمع يصف الطيبه بالغبي. دونك هذاك الخدمه عليه. المسرحيه كانها مقسومه جزئين، الجزء الاولاني اللي هي تلوج على خدمه وانسانه بسيطه تحب تعيش حياه رفاهيه، والجزء الثاني اللي هي شويه دراماتيك. حسينا الجزء الاول اكثر من الجزء الثاني. علاش؟ باش نقول لك علاش، على خاطر حنينه ما ولمتهاش. باش ما نحرقش مي راهو بالعاني سيتي الفازه. فهمت فازه من الاول حنينه انت تحبها وبعد العبد تجي الفلوس. باش ما نحرقش الببليك كي عبد يولي لاباس عليه اسكو يقعد به ولا لا. هذاك اللي خليت التساؤلات كاين ولا بالطبيعه يقعد به ولا لا.